طبعا أول ما نبدأ نصلي على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. اليوم إن شاء الله راح نعمل جبنة الحلوم. طبعا جبنة الحلوم طبعا تراث سوري، بحت بيفتخروا السوريين في جبنة الحلوم زي ما احنا الفلسطينيين بنفتخر بجبنة النابلسية وجبنة العكاوي. هم عندهم تراث شعبي اللي هو جبنة الحلوم. جبنة الحلوم من ألذ وأزكى اللي هو أنواع الإجبان. تقدم مثل الجبنة النابلسية، طبعا مش في الحلويات، لا تستخدم في الحلويات، ولكن تقدم في أصناف مثل الجبنة النابلسية. عندنا مثلا بتنحط بتنعمل، حنعملها احنا اليوم إن شاء الله. بتنعمل على الفطور مع زيت زيتون وزيتون، وبتنعمل على المقلاية مع بقسماط، وإشي لذيذ جدا. اللي بيفرق بينها وبين الجبنة النابلسية إنه هذه بتكون الطعم فيها طراوة وزكاوي هيك لذاذة. النابلسية بتكون فيها نوع من المطة وسيحان، والتنتين لذات وزكيات. النابلسية تستخدم في الحلويات، هذه لا تستخدم في الحلويات. مكوناتها بسيطة وسهلة، وعملها كمان سهل. عندنا المكونات 5 لتر حليب، بنستخدم فيه عندنا ملح، حبة جزر للي بحب، سمسم للي بحب، طبعا انزيم اللي هي المنفعة نستخدمها. تمام. هدول انزيم، هدول 5 لتر حليب نستخدم عليهم 3 جرام انزيم، 3 جرام انزيم. تمام. الآن نضع الحليب على النار بدرجة حرارة 32، وبعدها نضع الانزيم عليها. ناخذكم الحين على النار، نضع الحليب إن شاء الله على النار. طبعا شيء مهم جدا اللي هو ميزان الحرارة. ميزان الحرارة سواء زئبقي، سواء رقمي، سواء حراري، المهم مقياس حرارة. لأن بدون مقياس حرارة ما بتزبط الوصفات، بدك مقياس حرارة لها، لأنه هذه درجة حرارتها بدنا 32، وبعد هيك مرة تانية حنرفعها ل 42 إن شاء الله، ونروح على النار ونقيس الحرارة 32. الآن الحليب على النار، ونضع المقياس الحراري طبعا مع التحريك عشان نحرك الحرارة. الحرارة بتكون بالأسفل دائما حامية، بالأعلى بتكون باردة، فبنحرك الحليب حتى يتجانس كل الحرارة، يدينا درجة حرارة صحيحة 100%. طب الآن مقياس الحرارة صار 31 بالضبط، شوية الآن 32. بنحرك الانزيم، طبعا بنضيف الانزيم على الحليب زي ما تشوف الطريقة هاد، وبنحرك بسرعة، ونعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بنغطيه بالطريقة هاد، وبنحسب 20 دقيقة بالضبط. زي ما شايفين 9:15، 9:05 إن شاء الله هنستكمل. زي ما انت شايف الآن هي الساعة 9:05 بالضبط، 20 دقيقة بالضبط. نبلش نقص في الجبنة. زي ما انتم شايفين الجبنة صارت قرص. النار طبعا هادية على الآخر، عشان الآن بدنا نشتغل فيها لمدة 20 دقيقة تحريك مستمر مع درجة حرارة 42 بتكون. الآن بنحرك، شايفين كيف الجبنة الخضراء ممتازة كويسة. بنضل نحرك بالطريقة هاي. طبعا 20 دقيقة بالضبط، يعني الآن الساعة 5 يعني و25 حنوقف.
أو 26 بالظبط، وتكون درجة الحرارة 42. طب الآن لو درجة الحرارة طلعت خلال 10 دقايق، هنطفي الغاز ونضل نحرك ونبرد لحد ما نعاود نولع النار عليها ونوطي. طب درجة الحرارة قربت على 20، ودرجة الحرارة مثلا لسه 35، بنعلي الغاز بتصير 42 في الموعد تبعها اللي هو 20 دقيقة، وبننزل الجبن. يعني بدينا نطلع درجة الحرارة، نطفي الغاز ونبرد ونعاود نشغل. بدينا لو درجة الحرارة كانت لسه موصلتش 42 وقربت الأمور على 20 دقيقة، نعلي الغاز ونوصل 42. طب وصلت معنا في 20 دقيقة 42، خلاص ممتاز، مفيش مشكلة. زي ما انتم شايفين نضل نحرك. تمام. الآن درجة الحرارة وصلت عنا 41، الساعة 9:15، يعني لسه ما مضى إلا 10 دقايق، فبنضطر نطفي الغاز حتى نوطي درجة الحرارة، ومنضلنا مع التحريك نحرك. لما تنزل درجة الحرارة مثلا تجي على 37، بنشغل الغاز كمان مرة، تكون إن شاء الله موعدها 20 دقيقة صارت 42. الآن عنا صارت على 23 دقيقة، نزلت إلى درجة 38. بنشعل الغاز ونخليه على الواطي حتى نرفعه 42 في خلال 3 دقايق مع التحريك المستمر. ديروا بالكم احنا ما وقفناش التحريك ابدا طول الفترة، واحنا بنحرك 20 دقيقة كاملات مع التحريك. والتحريك عادي بشويش بسرعة، مفيش مشكلة. انها تحريكها بسرعة، الخطرة ما بتتكسر، تصغر بس ما بتدوب، بتضلها. مش الترمومتر، درجة الحرارة ما تطلع 42 ابدا في خلال 20 دقيقة. الآن صار 20 دقيقة، 26 بالضبط، 9 و26 صارت 20 دقيقة. الآن عندنا درجة الحرارة 41، نرفع الغاز ثواني تصير مع درجة 42. الآن 42 في مدة 20 دقيقة. تعتجع شوي. الآن ناخذ الخطرة ومجهزين الشاشة. الآن بناخذ الشاش يمين ونضغط عليه حتى ناخذ السمك اللي احنا محتاجينه. احنا بدنا السمك في حدود سنتي، سنتي ونص. تمام. ناخذ من اليمين ونضغط الآن عليها بشكل كامل، نعملها بشكل مستطيل تقريبا متساوي، وتكون سمكتها سنتي، سنتي ونص.
نضع الآن تقل عليها. طبعا قلنا بالبداية 5 لتر حليب، كل لتر يعني بنحط عليه كيلو، 5 لتر بنحط عليه تقل 5 كيلو. طبعا ممكن تحط الحلة الطنجرة تبعت المصل الحليب نفسه، وبنتركها 10 دقايق حتى تصفيه. بنحط المصل اللي بقى معنا على الغاز حتى يغلي، وبنجهز له الملح والقزحة والسمسم. بنشغل عليه منواط الغاز حتى يغلي براحته، بكون الجبنة صفت في خلال 10 دقايق، وبنشتغل عليها نكمل إن شاء الله عمل الجبنة. طبعا زي ما انتم شايفين بلشت المي تغلي الآن، والجبنة هناك مضغوطة. حنطفي الغاز وناخدها هناك عشان نقطع ونكمل شغل. يعني هي بتغلي كويس وممتازة 100، بنطفي عليها وبناخدها. الآن نرفع ناخد نقطع. نقطع الحين شي زي هيك سنة. ناخد المصفاة الآن نضعها في المية السخنة، بنسيبها الآن فترة 5 دقايق 10 دقايق حتى الجبنة يطلع مصة منها وتصير طرية معنا أساسا نقدر نطويها. الآن صارتها في المية سخنة حوالي 10 دقايق. نحاول نرفع القطعة، ناخدها على الملح بسرعة نحط القزحة. نمسكها نثنيها زي ما انتم شايفين، لا فيها كسر ولا شيء، تنت 100% معانا بكل أريحية. نضعها ناخد قطعة شمس. الآن مثلا ملح، على السمسم اللي بحب السمسم كمان يعني. نضغط بالشكل هذا. قلبنا من الداخل ونثني. كيف
الآن نص ساعة في الثلاجة، وبعد نص ساعة بكون المية بردت تبعتها، نضعها بعلبة، المية عليها بنحطها كما هي بعد ما تبرد مع الملح اللي هنا بصير محلول ملحي. بعد نص ساعة بنقدر ناكل منها، وإذا بنحفظها لمدة 6 شهور بكون رايحية خارج الثلاجة. يعني الملح مع المي تبعته بتعمل محلول ملحي حفظ ل6 شهور. صحة وعافية ويعطيكم العافية. لما نشتغل فيها في أكلة حنعملها إن شاء الله بيها حتنبسطوا عليها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد ما بردت